اسمي روان ميلاد قداح، مواليد 97. أبي اسمه ميلاد موسى قداح. عيلتنا مؤلفة من 7، أبي وأمي ونحن أخواتي 5. آه، قبل أبي كان يشتغل قبل الأحداث مزارع، يعني كان عنده أراضي يزرعن وكذا. مع بداية وطبعا قبل الأحداث أنا وأبي كانت دايما أفكارنا متناقضة مع بعضها. يعني أي شغلة كنت أعملها كان هو يضربني عليها، وبعد أي نقاش بيني وبين أبي كنت أعرف إنه في قتل بالنسبة لإلي. آه، مع بداية الأحداث طلعت المظاهرات، بعد هيك المظاهرات المسلحة. مع بداية المظاهرات المسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4، وكان معهم سلاحهم طبعا بارود روسي، وغير هيك أنا كان يفوتوا معي سلاح تاني بس أنا ما كنت أعرف شو هو نوعه. أنا استغربت من هذا الشي. 15 يوم يعني أبي لا أمي لا أخواتي يفوتوا لعندي بغرفة معزولة تماما عن الوضع الخارجي برا، لا تلفزيون ولا تليفون، يعني غير اطلع الحمام وفوت بس. يعني كان وقتها بهاي الفترة استغربت من تصرف أبي إنه مدللني يعني بالأكل بالشرب، يجيب لي شو بدي، بس يعني ما نعني عن التواصل الاجتماعي البراني بالمرة، حتى المدرسة ما نعني إنه أروح عليها. بعد فترة 15 يوم إجا أبي لعندي، فعم بيقول لي إنه كرمال روح على الحمام كرمال أتحمم. فأنا استغربت منه وفرحت بنفس الوقت إنه بده يفوتني على الحمام بعد 15 يوم. فورا أخذت ثيابي ورحت على الحمام. وأنا عم أتحمم هونيك إجا لعندي واحد تقريبا عمره فوق 50 سنة، فهو ما كان لابس غير ثيابه الداخلية، فحاول انه يعتدي علي بالحمام، بس هو ما حسن لأن الحمام ضيق وانا كنت صرخ وعيط، فما حسن انه يعمل شي بالحمام، فشدني من شعري واخدني على الغرفة. وانا عم صرخ وعيط بالغرفة كان ابي سمعاني يعني، بس هو ما اجا لا ساعدني ولا حتى انه طالع الزلمة من عندي. فهذا الزلمة اعتدى علي، كنت انا عزراء بهذاك الوقت، فهو اللي فك لي بكارتي. بعد هيك فورا ما في ثانيتين ولا انه فايت زلمة تاني لعندي، يعني لسه ما لحق هداك يطلع قام فات لعندي واحد تاني. قمت انا كمان بنفس الوقت صرت صرخ وعيط وكذا، بس اثناء اني عم اصرخ وبعده عني قمت غبت عن الوعي وما عاد وعيت على شي لفترة تقريبا صحيت بعد ربع او تلت ساعة. بعد هيك بعد ما صحيت انه صرت ناديت لابوي، اجى ابي لعندي على الغرفة، فانا عم قل له انه ليش هيك عملت واجوا لعندي وكذا، وليش ما فتت لعندي وانقذتني منهم وكذا وهيك. فهو عم بيقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد، وكل ما انت عملتي هي الشغلات كل ما خليتي واحد من المجاهدين ينام معك كل ما زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وحتى لو متي رح تموتي شهيدة وفورا رح تفوتي على الجنة. ويعني صار انه يحكي لي انه هذا كلياته جهاد. بعد ما اعتدوا علي هدول الاثنين انا صابني نزيف، وضل معي النزيف فترة 20 يوم. فطلبت من أبي إنه يجيب لي أدوية أو ياخذني على الدكتور، فهو كان يرفض، ما كان لا ياخذني ولا يجيب لي أدوية. طبعا فترة ال20 يوم هدول يعني أبي ما كان يفوت لعندي حدا لأنه كان يعرف إنه صايبني نزيف. بعد ما إنه خلصت نزيف وكذا آه، صار يرجع يفوتن لعندي مرة تانية، ضلوا تقريبا يفوتن لعندي فترة أسبوع. وكمان نفس الشي انه كل ما يفوت لعندي حدا مثلا حاول امنعه او شي، فاحيانا انا اغيب عن الوعي. فمرة فات لعندي واحد انا كنت بعرف شكله لانه كان دائما انه بس روح على المدرسة كان دائما يوقف باخر الحارة يصير يلطش البنات وكذا. فات لعندي هذا الشخص، فانا عم قل له انه حاولت اني استعطفه انه انا بنت بلدك وكرمال الله لا تعمل معي هيك وكذا. فهو عم بيقول لي يعني اذا انت غايبة عن الوعي ابوكي ما وفرك، انا هلا ضلت علي ما وفرك. فانا كرمال هيك بتوقع انه ابي نايم معي، بس انا ما كنت وعيانة يعني على فترة انه نام معي. بس هو هذا الشخص انه قال لي انه ابوكي ما وفرك، فكرمال هيك انا استنتجت انه يمكن ابوي يكون نايم معي. حاولت اهرب يعني وقت ابي طالعني على الحمام كنت حاول اني اهرب، بس يعني اذا بدي اطلع من البيت نحن بيتنا ما في له غير باب، يعني باب وحيد انه للشارع. فإذا بدي أطلع من هذا الباب بدي أكيد المسلحين وهن عنا أكيد رح يشوفوني، لأنه باب البيت بطل على الشباك اللي تبع الغرفة اللي قاعدين فيها المسلحين، فكان من المستحيل إني أطلع من البيت. بعد ما كانوا يطلعوا من عندي كان يحكي لهم قبضني، فأكيد معناته إنه كان ياخد مصاري. بعد ما دخل الجيش لعنا على البلد على نوى
أبي والمسلحين اللي كانوا معه كلياتهم طلعوا من البلد، يعني طلعوا من نواة وتوجهوا على ضيعة اسمها تسيل، هي حد نواة. ورجعت أمي وإخواتي على البيت. بهاي الفترة إنه أنا عم أسأل أمي إنه ليش تركتيني وليش رحتي وأنا هيك صار معي، عم أحكي لها إنه شو صار معي. بس هي يعني إنه كانت تحكي لي إنه كل شي صار معك معلش، و ما كان يعني إذا بدك تحكي لحدا بدي أضربك بدي موتك، يعني ما كان عندها أي معنى. يعني ما حاولت تهديني، ما حاولت تعمل أي شيء إنه تقول غصب أو شيء، لا، بس إنه كانت تقول إذا بتحكي لحدا أو بتجيبي هاي السيرة لحدا أنا راح أضربك، راح موتك. فبعد هيك كان أبي دائما كمان يتصل في أمي وإنه يطلبها كرمال تروح لعنده على الضيعة اللي هو فيها. فكانت هي الصبح تطلع من البيت، قبل ما تطلع تغير أواعيها الداخلية والخارجية وتطلع ترجع المساء. بعد ما ترجع كانت دائما تتحمم. فأنا استنتجت من هاي الشغلات كلياتها إنه هي أكيد كانت تروح لعنده وكمان كانت تعمل يلي بيسموه جهاد النكاح. بعد فترة اتصل أبي في أمي وعم بيقول لها إنه جيبي لي روان وتعالي. فأنا استخلصت إنه أكيد هو بده يعني يروح لعنده على هي الضيعة، كرمال إنه يعمل معي مثل ما كان يعمل معي أول شي، فكرة جهاد النكاح. كرمال هيك أنا أول شي قلت لأمي طيب أوكي، لبسنا وجهزنا حالنا وطلعنا بالسرفيس، يعني رايحين على على التسيل. هنيك مرينا بحاجز كان بآخر نوى، فصرت أنا صرخ وعيط على هذا الحاجز. نزلوني هنن، الجيش نزلوني، سألوني إنه شو صاير معك شو كذا. فأنا قلت لهم إنه شو صاير معي، طالبة حمايتكم. فهن حطولي مركز الرعاية ووصلوني لهاي المرحلة اللي أنا فيها هلأ.